كنت عايزة أعرف من حضرتك، هل النقد دلوقتي بقى ليه أهمية في زمن الجمهور هو اللي مسيطر فيه؟ النقد من غيره الفنان ما يقدرش ان هو يكمل. لان انا لو سمعت كل الناس بتشكر بس في شغلي او تقول ان دي الله يا فنان يا نجم، الكلمات اللي احنا بنسمعها، امم. يبقى انا كده عمري ما هتطور. امم. لازم اعرف فين مناطق القوه بتاعتي، فين مناطق الضعف بتاعتي عشان اقدر اتطور. وكان عندنا امثله مثلا زي عندنا مسلسل الاختيار، الجزء الاول والجزء الثاني في فرق ما بينهم، برغم ان الجزء الاول كتير شكر فيه، لكن هنا المخرج سمع لرأي النقاد ورأي الجمهور العادي وقدر ان يطور الجزء الثاني، والناس حست بده، امم. حست ان الموضوع خرج من الاطار الحواري او اللي فيه نوع من الاداء المسرحي للطبيعي اللي هو بيلمس الناس. وهنا كان في فرق كبير جدا ما بينهم. هنا كان الفضل يرجع للنقد،